السلام عليكم. نبداو الفيديو ديالنا بصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غنعمل معكم واحد الفيديو خفيف ظريف، هما هاد لي طاغطو اللي غنعملهم لكم. هادو ديجا كانوا عندي، نسيت ما صورتش العجين ديالهم. كنت عدلتهم، عجنتهم وعدلتهم في الكونجيلاتور. دابا ملي كنحتاجهم كنجبدهم، ولكن غنخلي لكم المقادير ديال العجين في صندوق الوصف. عندي هنايا اولا غنعدلهم بكريم باتيسير. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وعندي هنايا واحد الفاني، وعندي هنايا 3 د المعالق ديال المايزينا، وعندي 3 د المعالق السكر، وجوج ديال اصفار د البيضات. دابا غنجوزو باش نعدلوهم. اول حاجه غنعدلو الحليب ديالنا فوق البوطه. هاد المكونات اللي عندي هنايا، بسم الله، غنزيد عليها الفاني وغنخلطهم مزيان. دابا غنبداو نخلطوا هاد العناصر مزيان. دابا في هاد الاثناء الحليب عندي فوق البوطه حتى نخلطوا مزيان ينسجموا العناصر مع بعضهم، وديك نوريكم باقي المراحل. من بعد هيدا حركناها مزيان مزيان. هما دابا انسجمونا مع بعضهم. دابا غنخليوهم جانبا ونجوزو نشوفوا الحليب ديالنا ملي وصل لمرحله الغليان غنجيبوه. من بعد ما هاد الاثناء هادي ما وصلنا الحليب لمرحله الغليان، خصنا نخويوه على هادي ومع التحريك المستمر باش يحاولوا ديك البيضات ما يطيبولناش ويتكوروا. عليهم الحليب بسم الله، ومع التحريك المستمر بالزربه ما خصناش باش ما يطيبش ديك البيضات. دابا هيدا غنحركوهم مزيان. غنبداو نحركو. خلطناهم مزيان. دابا غنهزوهم وغنعملوهم، غنخويو الخليط ديالنا فوق الحليب وغنستمروا في التحريك. دابا غنحركو، دابا نبقاو نحركو ما نوقفوش يدنا. دابا نبقاو نخلطو حتى يقرب يعقد لنا. ديك الساعه نزولوه، ما نخليوش حتى يعقد. المهم هانتوما كتشوفوا معايا الطريقه مزيان. عندي هنايا فريسه، وعندي الموز البانان، وعندي شويه ديال الناباج او الكونفيتير باش ندهنوهم من فوق، باش كيبقاو يعطيو ديك البريون ديك الفواكه ديالنا، وما كيحاولوش انهم يرجعوا ملواحين. شويه ديال الكونفيتير ديال المشماش اللي عدلته فوق، عملت له واحد القطيره ديال الماء وعملته فوق البوطه على انه كيغلي فتي حتى يغلى مزيان، وخليته منزل هنا. القوام ديالو كيفاش عملها وبدا كيعقد لنا. دابا غنهزوه، غنجيبو معلقه ونبداو نعمرو به لي طاغطوليت ديالنا. نعمرو لي طاغطوليت ديالنا. هايدا خصنا قبل ما يعقد، واذا عقد صافي غيتخسر الجماليه ديالو، ما غيبغيش يتخوان. غنعدلو، المهم اي واحد يعدل القياس ديالو. عملت انا معلقه ونص هنا على حسب الحجم ديال لي طاغطوليت. دابا غنعمرو. المهم غنستمر في هاد الكميه كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو، وديك الساعه نكمل معكم باقي المراحل. الفريسه وكنقطعوها لانه جاو ستيتوال، عملت غير نص الفريسه. دابا كنقطعوها وكنزلوها على هاد الشكل هذا، كنعوطوها هكذا، ونحاولوا هكذا باش كتجي هكذا. دابا صافي، دابا غنكمل النص غنعمل بفريسه والنص غنعدلو بالبنان هكذا، ونعدلو هكذا. عدلت هادو، عدلتهم النص بفريسه، هادو عدلتهم بالموز على هاد الطريقه هادي. دابا كنبدا ننزلهم هيدا على شكل وريضه. كنعدل من هنا ومن هنا صافي. هيداك صافي كنعدل واحد فتيوت هاد فريسه من داخل. صافي دابا غنكمل معكم هاد الكميه اللي باقيه عندي هنايا، وباقي عاود عندي هادو هنايا. صافي ديك الساعه ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالو. بعد كندهنهم بديك اللي عدل ديك الكونفيتي اللي غليته، كندهنهم هيدا باش كيعطيو بريو، ما كيخليوهمش على انهم يكحلوا لنا الفواكه ديالنا. دابا غندهنهم كاملين هكذا صافي. المهم انا غندهن هاد الكميه كامله ونوريها لكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. هو الشكل النهائي ديال لي طاغطوليت ديالنا. صراحه كيجيو شي حاجه اللي مزيونه وفي المستوى وساهله، اي واحد يمكن يوجدها في الدقائق الاخيره. شي حاجه اللي سهله، واذا كان عندكم لي طاغطوليت طايبين ومنزلين في الكونجيلاتور، الواحد يجبدهم ويعمرهم. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم على انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لانكم تبارطاجيو وعملوا لايك وشاركوا القناه مع اصحابكم وحبابكم باش يوصلكم كل جديد. مع هاد لي طاغطوليت ان شاء الله تعدلوهم ان شاء الله نهار العيد، حتى هما كيزينوا الطاوله ديال العيد الفطر ديالنا. الى اللقاء.